ده المخلل اللي احنا خليناه. بصوا شكله عامل ازاي. ده البنجر. بصوا شكله عامل ازاي، طعمه تحفه، ملح مظبوط جدا. اغسل ايدي وارجع له. احنا النهارده هنخلي اللفت طبعا يعتبر ارخص حاجه موجوده في السوق، وبنشتري المخلل بارقام خزعبليه من الشارع. طيب ما تيجي نجيب ب10 جنيه لفت ونخلله، نملى البطرمان ونملى البيت خير وحاجات بسيطه. انا جبت مش عارفه دول 3 كيلو ولا 4 كيلو لفت بال10 جنيه، والله يا بلاش. طبعا بجيبه بنضفه بقى من الطينه اللي بتبقى فوق، ولو عايزين العروق اللي انا برميها الخضره دي تخللوها بتتخلل على فكره، لكن انا ما كانش عندي وقت ان انا اخللها بصراحه، كنت جايه من بره وشغاله اللي هو سريع سريع. طبعا انضفته وبغسله كويس جدا، اغسله كويس قوي. ولما تيجي تنقي اللفت، نقي اللفتايه الصغيره المدوره اللي تكون لونها بنفسجي بالمنظر ده كده، ما تنقيش اللفتايه الكبيره لانه بيبقى شايخ. طبعا جبناه هنقطعه باي حاجه، بسكينه، وقطعيه الحجم اللي تحبيه. بما ان انا عندي القطاعه دهيت جبته وقطعت بيها، بتدي شكل حلو لللفت. لكن لو هي مش متوفره عندك تقدري تقطعي بالسكينه عادي خالص، وقطعي الحجم اللي تحبيه، حبه الحته كبيره، حبه صغنونه براحتك خالص، حبه مكعبات، حبه زي البطاطس طويله كده اهوت. طبعا التقطيعه دي ترجع لحضرتك. هنقطع طبعا الكمية كلها بتاعتنا. حابة بقى تجيبي اكتر هاتي، طعمه حلو جدا جدا. وحلو الحاجة لما بتبقى في البيت بتبقى جميلة ومش مكلف، يعني شوية مية وشوية ملح وب10 جنيه لفت هتملي بيتك مخلل قد كده. احسن كتير ما نروح نشتري شوية مخلل من الشارع ومش بيبقى حلو خالص. اهو انا بقطعه بالقطعه دي، لكن لو مش موجوده زي ما بقولك تقدري تقطعي بالسكينه عادي خالص. في تكه بقى حلوه جدا انا بحب اعملها في اللفت. انا بجيب ملح خشن ارش بيه اللفت بتاعي، واديه شويه شطه، لو انتوا حابين الشطه مش حابينها تقدروا تشيلوها. وبقلبه كويس جدا، يعني قلبوه كويس جدا. هنسيبه في الملح الخشن دهوت والشطه مثلا ما يقلش عن 3 4 ساعات. ليه نرمين؟ بينزل الميه ومش بيعمل انتفاخ لما بنيجي ناكله، يعني بيبقى حلو جدا جدا. وهغطيه واسيبه 3 4 ساعات. بعد 3 4 ساعات بصوا نزل ميه ازاي، وكمان كش علشان اقدر احطه في البطرمان لانه بيبقى منفوخ على الفاضي. طبعا جبت بطرمان غسلته كويس جدا، وابتديت بقى احط اللفت بتاعي. عايزه اقولك الموضوع كله مكملش، ومفيش يومين 2 بالظبط وهتاكلي اجمل واحلى لفت. لان الحركه اللي احنا رشينا الملح الخشن على الوش دهوت وشويه الشطه سرع يعني من نسبه مثلا 30 40% من عمليه السوى. فلو مش هياخد وقت، يعني يومين 2 بالظبط وتكوني واكله احلى واجمل لفت. خلاص الميه بقى بتاعت اللفت بنجيب طبق وبنحط فيه ملح. ما تخلوش حادق قوي، يعني كل رتر ملح كل رتر ميه عليه 3 معالق من الملح مثلا. طب هعاير الرتل ازاي نرمين يا ستي؟ بصي هتجيبي مثلا مج الشاي العادي دهوت، عايري بيه مثلا 10 مجات، وحطي مثلا عليهم 3 4 معالق ملح. وبصي خلي الملح حسب رغبتك، بس خليه يعني ايه، انتي دقتي الحاجه لقيتيها مظبوطه زودي سيكه صغنونه عن المظبوط وبيبقى حلو. انا شخصيا مش بحبه حادق قوي، يعني كل ما كان حلو اعرف اكل منه. وجبت بنجرايه قطعتها وحطيتها عليه عشان تدينا اللون الاحمر اللي احنا شايفينه. مش حابه تحطي بنجر خلاص، لكن البنجر حلو جدا جدا، واحنا عارفين ان هو مفيد للانيميا والناس اللي عندها مشاكل في الدم وكده هوت، فحلو جميل. فانا جبت بنجرايه بحالها قطعتها علشان تدينا اللون ده. وابتديت اغطسه كويس قوي في الميه بالملح بالبنجر. ومفيش، عايزه اقولك يومين وكنت فاتحه عليه كان تحفه واستوى بسرعه جدا، يمكن قبل اليومين كمان ولادي فتحوا وجابوا منه. هتشوفوا شكله دلوقتي وهو مستوي. بصوا يعني انا بطلعه اهو شكله حلو جدا، لونه ذهبي احمر وجميل. بجد بجد جربوه. اذا عجبكم الفيديو النهارده لايك وشير. باي باي.